اول حاجه البديل هو اول واحد مرشح، وده اللي ممكن يقول لك ممكن خلاص هو ده اللي هيكون فعلا هيكون في الماتش الجاي، هو اللي هيدرب الزمالك الماتش الجاي مع ماتش المصري، ماتش مهم جدا في الكونفدراليه، ماتش صعب الصراحه يعني. جوميز مشي في وقت فعلا دمه تقيل، بس ده توابع حصلت قبل كده يعني. فاول حد اداره نادي الزمالك اللي دايما بيفكروا فيه هو طارق مصطفى، ده مدرب بتاع البنك الاهلي، وتاني واحد معتمد جمال، وبعد كده مؤمن سليمان. لكن اللي موجود دلوقتي حاليا اللي هو طارق مصطفى. طارق مصطفى في العقد بتاعه مع البنك الاهلي دلوقتي، طارق مصطفى هو اصلا المفروض دلوقتي مدرب البنك الاهلي، والدنيا مستقره وكل حاجه، لكن كاتب في العقد وحاطط في العقد ان يا جماعه لو نادي الزمالك احتاجني في اي وقت انا همشي. زائد كمان اللي هو كلم خالد الغندور وقال له انا، الكلام ده كان من اسبوع بالظبط، خالد الغندور لسه قال الكلام ده النهارده في الراديو اون تايم سبورت الصبح، وقال ان طارق مصطفى كان بلغني، قال لي انا وانا رحت دربت الزمالك انا هاخد بطولات كتيره جدا، السكواد اللي موجود ده سكواد تقيل جدا، وانا هعرف هدير الموضوع كويس، وهعرف ادرب الزمالك، وهعرف ادرب السكواد ده كويس، وهعرف اطلع منه اداء ممتاز، وهعرف اطلع منه بطولات كويس. فده الكلام اللي كان بيتقال لمين؟ لخالد الغندور. فانت تستنتج بقى ايه يا معلم؟ تستنتج ان خلاص المفروض النهارده اداره الزمالك تعلن على الاقل بكره تعلن عن مين اللي هيدرب نادي الزمالك. فانت شايف كده وانا شايف والناس كلها بتقول ان طارق مصطفى هو مدرب نادي الزمالك القادم.